لو عمرك ما زرت سيوة فانت لسه ما شفتش الوجه الحقيقي للهدوء. بس الحقيقة ان سيوة مش مجرد مكان هادي، لا، ده حكاية كبيرة وعمق عمره آلاف السنين، فيها الدين وفيها التاريخ وفيها الناس اللي لسه محتفظين بروحهم الأصلية. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الأماكن السياحية والدينية والتاريخية في مصر، واحد سيوة. سيوة مكان قديم جدا، بيقال إنها موجودة من أكتر من 3000 سنة. كانت زمان أرض مقدسة ومكان مهم جدا عند الفراعنة، علشان فيها معبد آمون اللي كان مركز للتنبؤات وواحد من أقدس المعابد. تخيل إن الإسكندر الأكبر اللي حكم نص الدنيا قطع الصحراء وسافر من الإسكندرية لسيوة علشان يسأل كهنة المعبد أنا ابن مين، ولما سمع منهم إنه ابن آمون، دي كانت بمثابة شهادة دينية بتثبت شرعيته عند المصريين. النهاردة لسه بقايا المعبد موجودة فوق جبل اسمه أجورمي، ولو طلعت هناك هتشوف المكان اللي وقف فيه الإسكندر وتحس فعلا قد إيه الأرض دي شايلة تاريخ كبير. وكمان في مكان اسمه جبل الموتى، عبارة عن جبل فيه مقابر فرعونية وفيه رسومات على الحيطان بتحكي عن معتقدات الناس في الحياة بعد الموت. اللي يزور الجبل ده يحس إنه دخل متحف طبيعي مفتوح من غير إزاز ولا حواجز. لكن بعيد عن التاريخ، سيوة دلوقتي فيها حياة بسيطة وجميلة. الناس هناك أغلبهم من الأمازيغ، عندهم لغة خاصة بيهم اسمها السيوية وبيتكلموها بطلاقة، ولسه محافظين على عاداتهم وتقاليدهم بحب واعتزاز. اللبس التقليدي للسيويين تحفة فنية، خصوصا لبس الستات، فستان مطرز بإيديهم اسمه التقيتة بألوان زاهية وعليه كمية فضة مبهرة. كل قطعة ليها حكاية وكل حكاية فيها رمز سواء للحب أو للحماية. ولو بتحب الحرف فأهل سيوة شاطرين في التطريز والسجاد والفضة وصناعة الفخار. كل قطعة بيعملوها كأنها مشغولة بحنية، مش بس شغل بيع، ده تعبير عن الهوية. وكمان سيوة فيها عيون مية ملهاش عدد، أشهرهم عين كليوباترا، عين فنطاس، وعين الملح، والعيون الكبريتية اللي بتعالج بيها الناس. وكمان فيها البحيرات المالحة ودي منظرها أشبه بالجليد، المية فيها صافية جدا. العلاج بالرمل كمان جزء من سيوة. في الصيف الناس بتدفن جسمها في الرمل لمدة معينة، وبيقولوا انه بيريح المفاصل وبيساعد في علاج الروماتيزم. طيب توصل سيوة ازاي؟ لو هتروح من القاهرة في اتوبيسات لمرسى مطروح حوالي 6 ساعات، وبعدها تركب لسيوة حوالي 4 ساعات تانية. وكمان في رحلات بتنزل من القاهرة لسيوة مباشرة بالباص. الإقامة هناك فيها اختيارات كتيرة، منها بيوت ضيافة بسيطة ونظيفة والليلة فيها بتبدأ من 300 ل 700 جنيه، وفي فنادق بيئية ممتازة زي أدرير آميلال اللي أسعاره بتبدأ من 7000 جنيه لليلة. وبالنسبة للأنشطة ففي سفاري في بحر الرمال الأعظم، وفي طلعات جبل الدكرور، وفي جلسات على بحيرة فنطاس، وفي ركوب للعجل، ومشاوير في السوق السيوي، وحفلات سيوية لولية على الطبل والمزمار، ورحلات غروب مش ممكن تتنسي. وفي مهرجان اسمه السلوك بيحصل مرة في السنة في أكتوبر. الناس كلها بتقعد مع بعض يفطروا ويتعشوا ويقرأوا قرآن ويراجعوا قيم التسامح والحب. سيوة مكان هتروح له يمكن مرة، بس هتفضل تفكر فيه طول العمر. سيوة هي الهدوء اللي جوه الزحمة، هي الأصل اللي لسه باقي، هي التاريخ اللي لسه بيتنفس.